اهلا بكم في الحلقه الثالثه من كورس المونتاج. ولو انت لسه اول مره ليك على القناه ارجع شوف الحلقات اللي فاتت من الكورس، ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمود جمال، ويلا بينا نكمل مع بعض النهارده كورس المونتاج. هنتعلم مع بعض ازاي ننظم الملفات ونتعرف على واجهه البرنامج وشويه تفاصيل مع بعض كده. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على احجام الفيديو ومقاسات السوشيال ميديا، فلو انت ما اتفرجتش عليها انصحك وبشده انك ترجع تتفرج عليها وتعالى كمل معانا الحلقه دي، لان ده هيفيدنا في اللي جاي. وتعالى اقول لك، لو انت معاك بروجكت او معاك فيديو وعايز تشتغل عليه، ايه هي اول الخطوات اللي انت هتعملها؟ يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هنا هتيجي على الملف اللي انت عايز تبدا تحط فيه الماتيريال بتاعت الفيديو او المشروع اللي انت عايز تشتغل عليه. طبعا احنا عندنا في المشروع هنا بيبقى عندنا فيديو، عندنا ميوزك، عندنا فوتو او بيكتشرز، وعندنا ميوزك. فهنيجي هنا في الاول كده هنقوم دايسين نيو فولدر وهنسميه مثلا فيديوز، ودي الفيديوهات اللي هي البيرول اللي احنا هنشتغل عليها. وهنا بقى ايه هي الفيديوهات البيرول؟ يعني انت دلوقتي صانع محتوى، او انت راجل معاك بروجكت فانت شغال عليه، فانت عايز توضح فكره فبتجيب له فيديو بيرول بيوصل الفكره اللي انت بتتكلم عليها. فهنا هيبقى اول حاجه عندنا الفيديوز. بعد كده احنا عندنا طبعا لو انت شغال فانت يعني زي ما تعرفنا الفيديو اللي فات ان الفيديو بيتكون من صور، فانت طبعا هتجيب صور. فاحنا عندنا هنا هنسميه ده فوتوز، تمام. وعندنا هنا هنبقى برضه شغالين محتاجين ميوزك، لو انت محتاج ميوزك يعني، او لو مش محتاج فدي حاجه ايه ترجع لك انت. هنبدا بدول، ولو انت شايف ان الفيديو بتاعك او البروجكت بتاعك محتاج حاجات اكتر من كده فهتبدا تنظمها في ملفات بره قبل ما نفتح البرنامج. وهنفتح البرنامج هنا يا صديقي، ومش عايزك بقى تتخض خالص معايا، البرنامج ان شاء الله هيكون سهل وبسيط. وهنا كلمة نيو بروجكت لو انت هتفتح مشروع جديد، واوبن بروجكت دي لو انت اشتغلت على مشاريع قبل كده ومحتاج تفتح منهم مشروع. والاول مرة انت هتفتح البرنامج هتلاقي ان البرنامج عندك فاضي مفيش اي مشاريع، دي مشاريع انا اشتغلت عليها قبل كده. وعندنا كلمة نيو بروجكت دي موجودة في الاصدارات المدفوعة، ودي لو انت شغال على مشروع تقدر تبعت لينك المشروع ده لحد تاني يشتغل معاك عليه او يعدل عليه، بس تكونوا انتوا الاتنين معاكوا نفس الاصدار ومشتركين في النسخة المدفوعة. يلا بينا. لو احنا عايزين نعمل مشروع جديد هنعمل ايه؟ اول حاجة هندوس على النيو بروجكت وهنسمي المشروع، والافضل ان هو يكون بالانجليزي وليه علاقة بالمشروع اللي انت هتشتغل عليه. وفي النيم هنا بتكتب اسم المشروع، ويفضل انك تكتبه بالانجليزي ويكون ليه علاقة باللي هتشتغل عليه. يعني احنا مثلا هنبدأ نشتغل على مشروع بيتكلم عن الجيم مثلا، فاحنا هنسمي المشروع جيم. وعندك في اللوكيشن هنا او البروجكت لوكيشن هنا هتختار الملف اللي جهزناه مع بعض انه يتحفظ فيه المشروع بتاعك. فهنيجي هنا وهنختار المشروع بتاعنا اللي احنا حفظناه. ادي المشروع بتاعنا اهو. وعندك اول ما هتفتح البرنامج مش عايزك بقى تقلق خالص يا صديقي، ان شاء الله الموضوع سهل وبسيط جدا. فعندك هنا بقى البرنامج مرن جدا، يعني انت تقدر تجيب القائمه دي كده هنا، تقدر تجيب القائمه دي كده، تلاقي البرنامج بمرن يتحرك معاك بسهوله وسلاسه جدا. طب لو انت شغال واتحركت القوائم دي معاك بالغلط فانت ايه الحل اللي انت هتعمله؟ اول حاجه يا صديقي احنا عندنا حلين، هنروح لكلمة ويندو، بعد كده كلمة ورك سبيس، هتنزل تحت الريسيت تو سيف ديلي اوت، هتدوس عليها هيرجع لك القوائم زي ما انت ما فتحت البرنامج بالظبط على الوضع الطبيعي بتاعها. طيب او الاختصار بتاعها، وهو ده اول اختصار معانا، هيكون الت شيفت زيرو. هتدوس الت مع شيفت مع زيرو يجيب لك هو القوائم بتاعتك من الاول تاني، وده هيكون اول اختصار معانا. وان شاء الله في نهايه الكورس احنا هنعمل مع بعض بي دي اف فيها كل الاختصارات اللي موجوده في ادوبي بريمير وكمان افتر افكتس وشويه من دافينشي ريزولف. فعندنا هنا من علامه ورك سبيس فاحنا عندنا الايديتنج، ودي اكتر حاجه احنا هنكون بنستخدمها لان هو ده واجهه المشروع بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. بعد كده عندنا هنا الكولر، وده التلوين اللي احنا هنلون عليه الفيديو. واللي عندنا بعد كده الافكتس، دي التأثيرات اللي احنا هنضيفها على الفيديو وهنشتغل عليها. كل ده هنعرفه مع بعض اثناء الكورس ان شاء الله. وتعالى اقول لك سريعا كده ايه هو الترتيب اللي انا بشتغل بيه وانا معايا بروجكت او انا شغال على ادوبي بريمير. اول حاجه بنظم الملفات جوه فولدر زي ما احنا اتعلمنا مع بعض، من الميوزك للفوتوز للفيديوز اللي هي البي رولز. بعد كده بنظم الملفات دي في البرنامج جوه البريمير، وده هنتعلمه مع بعض ان شاء الله الحلقه اللي جايه.
هنبدا بيه. بعد كده انا بحط الفيديو على التايم لاين، فطبعا يعني معروف ان الفيديو بيكون ليه مع صوت لو انا هستخدمه في المشروع. فانا اول حاجه بتشيك على الصوت ده هل هو كويس ولا انا محتاج اعدل فيه. كويس خلاص تمام، محتاج يتعدل فيه هنعدل فيه، وهنعرف ان شاء الله ازاي مع بعض نعدل في الصوت. بعد كده عندنا الفيرست كات وهي ازاله الاخطاء. ولو الفيديو عندي لوج، ويعني ايه لوج؟ يعني الفيديو جاي لي مش متلون خالص، فمحتاج ان انا الونه، فانا بلون الفيديو ده على الدافينشي ريزولف، ولان الدافينشي افضل بكتير في التلوين من البريمير، وده هنتعلمه ان شاء الله مع بعض. وزي ما احنا قلنا ان شاء الله ان الكورس ده احترافي، فهيكون داخل فيه البريمير والافتر افكتس وكمان الدافينشي ريزولف. ولو الفيديو جاي لك متلون فعادي انت هتظبط له الكالر كوريكشن والكالر جريدنج على البريمير، وده هيفضل ان هو هيكون اخر المشروع خالص. وليه اخر حاجه التلوين على البريمير؟ لان التلوين في البريمير بتقل الجهاز. وبعد كده بشوف السيناريو او الستوري تيلينج اللي انا عايز اعملها في الفيديو، وابدا احضر الداتا بتاعتي من ميوزك لفيديوز لصور لايكونز لاي عنصر انا عايز اضيفه جوه الفيديو. وبعد ما بخلص الفيديو اخر حاجه بضيفها في الفيديو بيكون الترانزيشنز، وبعد كده الساوند افكتس والتلوين بتاع الفيديو على البريمير، واخر حاجه الريندر. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو انت فاتك اي حلقه من الكورس ارجع اتفرج عليها، واستنوني الفيديو اللي جاي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تستفيدوا بكل جديد على القناه. انا محمود جمال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.